الملك على شرف أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة عقب ظفرهم بكأس العالم 2025 التي نظمت في الشيلي. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع، ومدرب المنتخب الوطني السيد محمد وهبي، وأعضاء المنتخب الوطني، قبل أن تؤخذ لسموه صورة تذكارية مع أعضاء الفريق. هذه الصورة التذكارية لأعضاء الفريق مع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. إثر ذلك أقيم حفل شين على شرف أعضاء المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، ويعكس هذا الاستقبال العناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب ودعم تفتخر بدعم الرياضة والاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك لهذا القطاع عموما وكرة القدم على وجه الخصوص، كما يأتي عقب هذا الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، الذي تمكن من الظفر باللقب العالمي الأول من نوعه في تاريخ كرة القدم المغربية والعربية. وينسجم هذا التتويج تمام الانسجام مع الرؤية المتبصرة والاستشرافية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي جعل التكوين الرياضي الوطني يرتقي إلى أعلى المعايير الدولية المعتمدة في المجال، لا سيما من خلال أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، المشتل الحقيقي للمواهب الشابة المغربية، كما يشكل مصدر فخر واعتزاز كبيرين بالنسبة للأمة جمعاء، ويبرز ويعلي من قيم الاجتهاد والمثابرة والعمل الجاد التي تمهد الطريق أمام بلوغ مدارج النجاح والتميز. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قد بعث ببرقية تهنئة إلى أعضاء المنتخب الوطني عقب فوز أشبال الأطلس على المنتخب الأرجنتيني في نهائي كأس العالم للشباب لأقل من 20 سنة. أكد فيها جلالته أن الفريق المغربي شرف بلاده وشبابه أيما تشريف، ومثله وقارتنا الإفريقية خير تمثيل.
إذا رمزية كبيرة لهذا الاستقبال لأعضاء المنتخب الوطني.